السلام عليكم. عارفين انتوا البطاطس اللي بنروح المطاعم الكبيرة مخصوص عشان ناكلها او بيبقى فيها حاجة مميزة كده، عايزة تعرفيها او فيها سر كده، بتبقى هشة جدا من جوه ومقرمشة كده ولها طعم مميز. ان شاء الله هنعملها مع بعض النهاردة. جبت لكم كل الاسرار بتاع البطاطس، هتطلع معاكي تحفة. ازاي تخزنيها اطول فترة ممكنة من غير لونها ما يسود، وازاي بقى تتعملي التتبيلة الجبارة اللي بنروح مخصوص عشان ناكلها في المطاعم. يلا كده نسمي الله ونشوف هنعمل البطاطس القمر دي ازاي، وازاي نحفظها في الفريزر اطول فترة ممكنة، وازاي تختاري البطاطس او تنقي البطاطس اللي هتخزنيها. اول حاجة بقى كده، وانت بتشتري البطاطس لازم تشتري البطاطس يكون نوعها تحمير. يعني احسن حاجة البطاطس ام نقطة حمراء. هتجيبيها بقى كده وهتغسليها كويس جدا وهتنشفيها وبالقشره كده، وهنقشر البطاطس. وانتي بتقشريها بقى اول باول كده هتنزلي بيها في الميه، مش هينفع تقشريها كده وتسيبيها عشان لونها ما يسودش منك. بعد ما غسلناها بقى كويس جدا هنقطع كده البطاطس وانتي بتقطعيها ما ترفعهاش جامد، يعني البطاطس تكون كده حجمها وسط، مش تخينه قوي ومش رفيعه قوي. وهتقطعيها بقى على قد ما تقدري، تكون حجمها متوسط. هي الطريقة سهلة جدا، ما هي بس الا شوية خطوات كده هنمشي عليها. هتطلع معاكم البطاطس حلوة جدا ان شاء الله، ومن اول تجربة هتبقى تحفة. هنقطع بقى كمية البطاطس كلها، الكمية بقى اللي انتي هتستخدميها هتقطعي الكمية كلها اول باول بقى كده. البطاطسية اللي هتقطعيها هتنزلي بيها في المية على طول، ما ينفعش تركنيها لما تكملي الكمية كلها. اول باول بطاطسية هتقطعيها هتنزلي بيها، يكون على جنبك كده طبق كبير كده فيه مية وهتنزلي بيها على طول. وكده خلصت بقى كمية البطاطس كلها وغسلتها كويس جدا، مرة واتنين وتلاتة كده تحت المية الجارية عشان تخلصي من النشا اللي فيها. عندي بقى هنا حلة على النار، هنزل فيها كده بمعلقة كبيرة من الملح. ونركز بقى في الخطوة اللي جاية ديت، علشان الخطوة ديت اللي بتفرق معاكي لو البطاطس محتفظة بلونها ابيض كده زي ما هو، او لونها بيغير منك اما بتحفظيها في الفريزر. لما بتنزلي كده بالبطاطس في المية هتسيبيها حوالي 5 دقايق، مش اقل من كده، من 4 كده ل5 دقايق. يعني مش في ناس تقولك لا ننزلها في الميه ونشيلها، لا. البطاطس كده بتتاكسد، واول ما بتحفظيها في الفريزر لونها بيغير. هتسيبيها بقى كده تغلي وتنزل كل النشا كده اللي جواها. يعني بنسلقها كده نص سلقه. وهنطلع بيها بقى وهي سخنه جدا، ميه كده يفضل يكون فيها تلج، الميه تكون ساقعه جدا. وهنسيب بقى البطاطس في الميه تبرد تماما، مش هتشيليها من الميه غير لما تحسي ان هي بردت تماما. اول بقى ما تحسي ان البطاطس كده بردت معاكي وما فيهاش اي سخونه، هتصفيها كويس جدا بمصفى، انا مش عايزه فيها ولا نقطه ميه. ودي الخطوه بقى اللي مخليها ما تشربش زيت معاكي اما بتحمريها. على فوطه بقى كده وهننشف البطاطس كويس جدا من اي ميه فيها، انا مش عايزه البطاطس فيها ولا نقطه ميه. والخطوه ديت بتفرق جدا. يعني الناس اللي بتشتكي بقى البطاطس بتشرب زيت كده وانت بتحمريها، بتبقى البطاطس فيها ميه. هتنشفيها كويس جدا، هي بس شوية خطوات، الموضوع سهل جدا. شوية خطوات هتمشي عليها هتطلع البطاطس معاكي تحفة ان شاء الله. وبعد ما نشفناها بقى كويس جدا وتأكدنا ان مفيهاش اي مية، عندي بقى كده زيت على النار. انا كده بختبره. هتنزلي فيه بطاطساية، اول ما تحسي كده ان الزيت سخن والبطاطساية كده بدأت تغلي، هتنزلي بقى بكمية البطاطس. 3 دقايق بس على النار، مش اكتر من كده. وبعدين هتشيلي البطاطس من الزيت وما تقلبيهاش خالص. يبقى في الاول سيبناها في المية 5 دقايق، ودلوقتي في الزيت لمدة 3 دقايق. والطريقة دي ما شاء الله ناجحة جدا. في ناس بقى بتسلقها على طول وبتستخدمها، بعد ما بتسلقها بتبقى نص سلقة، او بتحمرها وبس بتبقى نص تحميرة. بصراحة دي افضل طريقة او افضل نتيجة انا وصلت لها. وبعد ما حمرت البطاطس كده نص تحميرة، بصي على مناديل بقى مطبخ، او على ورق كده، هتسيبيها بقى تنزل الزيت اللي جواها. واول ما بتبرد تماما بتدخليها الفريزر زي ما هي كده، زي ما انا فرداها كده في الصواني. بتدخليها بقى الفريزر تتجمد تماما، مش بترصيها دلوقتي في اكياس الحفظ او بتحطيها في اكياس الحفظ. اما بتبرد كده من الزيت بتدخليها على وش الفريزر تتجمد بالشكل اللي انت شايفاه ده. وفي طبق كبير بقى او في صينيه كبيره كده، وبتحطي البطاطس بعد ما اتجمدت تماما. يعني ما ينفعش تشيلي البطاطس من الزيت وتحفظيها في الاكياس مره واحده، لا. الاول عشان ما تلزقش منك ويبقى كده كل صباع لوحده. وهتحفظيها بقى
وهي لسه كده متجمده. شايفين مفيش بطاطسية ماسكة في التانية. عايزة بقى تحفظيها في علب، عايزة تحفظيها في اكياس، على حسب طبعا الكمية اللي انتي حباها. وانا بوريكي هنا لو انتي حابة تحطيها كلها في كيس واحد مش بتلزق في بعض او مش بتمسك في بعض، لان انا فرزتها الاول قبل ما احطها في الاكياس. انا هنا بقى اوريكم كل الطرق اللي تقدري تحفظي بيها البطاطس. اظن الموضوع سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه صعبه، اهم حاجه هتمشي على الخطوات. وبعد بقى ما كده ما فرستها ودخلتيها الفريزر، انا طلعت كده شويه عشان اوريكم بس بعد ما بتتحمر بيبقى شكلها ايه. بتطلعيها بقى وهي متجمده، والزيت يكون سخن جدا، ما ينفعش الزيت يكون بارد علشان ما تشربش زيت. وما خدتش وقت خالص بقى، وكميه الزيت زي ما هي ما شاء الله تحفه. شايفين لونها حلو جدا وطعمها بجد حلو قوي، ومش بتفرق خالص بقى عن البطاطس اللي بنشتريها بتاعت الشركات. غالية جدا البطاطس دلوقتي، رخيصة، تقدري تجيبيها وتشيلي في الفريزر او تحفظيها في الفريزر. ويلا نعمل مع بعض بقى التتبيلة الرهيبة بتاعت اللي بناكلها كده في المطاعم. عندي معلقة كبيرة من البصل البودر، نص معلقة من التوم البودر، معلقة من البابريكا، نص معلقة كده من الكمون، ومعلقتين من الملح. هنقلب بقى الخلطة الجبارة ديت وهننزل بيها على البطاطس. تقدري تحفظيها عندك في برطمانات وتستخدميها في اي وقت. وكده اكون خلصت النهاردة الوصفة. اتمنى ان انتوا تجربوها واستنوني فيديوهات تانية كتيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.